أهلا بكم. المصائب لا تأتي فرادى. مبروك، تم الهدم بنجاح. كنت أود الاستمرار على عهدي بالابتعاد وعدم إقحامي في حروب جديدة. بعد تفجير خبر الدبابة الكوبية، اللاعب عبر حسابه وصفحته بيحذف انه لاعب من نادي الزمالك. آل منصور بيسير على ضرب آل عباس. سياسة الأرض المحروقة بنجاح منقطع النظير. قدم يد السلة طايرة. أهم شيء من صلحي ده صديقي أنا، مش مهم اللاعبين. سبحان الله. جوزفالدو فيريرا بيهني اللاعبين وبيشكرهم. 100 ساعة في القناة للحديث عن أنا يا النافوخ بتاعي أنا بصوت الخواجة بيجو. لا خلاف على الإطلاق من التطور الكبير اللي حصل في عهد المستشار مرتضى منصور وإدارته داخل جدران النادي، ولا خلاف على الإطلاق من قمة عدم الاحترافية في ملف الصفقات. محتاج مروان عطية من الاتحاد. أهم شيء مصلحي ده صديقي أنا، مصلحي بيرفض والاتحاد بيرفض، نديله محمود علاء. الله أكبر علينا، عين عليكم باردة. محتاج أحمد ياسين من البنك الأهلي، مدافع متميز ولعب منتخب مصر. البنك الأهلي بيرفض، نديله أسامة فيصل وكريم بامبو وإسلام جابر وأبو جبل. محتاج كريم طه ومحتاج عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر بيرفض، طبيعي بنديله جنش وعمر السعيد. حاجة في منتهى الخيال. أشرف بن شرقي، المعادلة بسيطة ومنطقية للغاية. أشرف بن شرقي لاعب نجح في نادي الزمالك وعمل كيان داخل الجدران وأصبح جزء كبير من نادي الزمالك. ما راحش الجزيرة الإماراتي من أجل المال، لا، من أجل الأموال. أشرف بن شرقي كان سهل جدا للي ما يعرفش إن هو أصلا كان عايز يقعد في نادي الزمالك، عايز يتقدر ماديا فقط لا غير. الزمالك صرف 200 مليون، جايب 90% صفقات مضروبة، وما جابش أصلا لاعب مستوى أشرف بن شرقي حتى 60% من مستواه. سبحان الله. بال200 مليون كنت ممكن تجيب أشرف بن شرقي وتقعده في نادي الزمالك، وبسهولة مصطفى فتحي بمنتهى السهولة بتجيب لعيبة بتعمل ريسك مرتين. المصيبة الكبرى والكارثة، المصيبة ان انت صرفت 200 مليون في الهوا، جايب صفقات مضروبة ما يعرفوش يعني ايه زمالك ويعني ايه بطولة. والكارثة الأكبر ان انت ما جبتش لاعب بديل، بدون توفير بديل على الإطلاق. المعادلة سهلة وبسيطة. لما الزمالك اتمنع من سبوبة الصفقات، أصبح استقرار غصب عن الإدارة، وقدرنا نشوف السيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، وخدنا 2 دوري وفوزنا بيهم. عرفنا ليه؟ لما اتمنع من سبوبة الصفقات. لما اتفتح الميركاتو وأصبح فيه صفقات، أصبح فيه عشوائية وعدم احترافية في ملف الصفقات. أهم شيء السبوبة، مش مهم نادي الزمالك أصبح أقل فنيا. الربع الأولاني من الدوري بيقول إن الزمالك أقل فنيا، وبيقول كمان إن يا ريت الصفقات كانت لسه مقفولة علينا. الأهلي بيصلح أخطاء الميركاتو الصيفي وبيجيب صفقات. بيراميدز بيصلح أخطائه وبيغير مدرب وبيجيب مدرب قدير اسمه باتشيكو. الزمالك مش فاضي، رئيس النادي بيعمل فيديوهات، شغال يوتيوبر وبيسجل فيديوهات شتيمة للاعبين. الله المستعان. دمتم في أمان الله.